ازاي في 470 ألف إنسان ممكن يموتوا من الجوع واحنا بنتفرج؟ ازاي أطفال بتنام على بطنها عشان الوجع؟ ايه اللي بيحصل في غزة؟ وليه العالم ساكت؟ اللي ما تعرفوش عن المجاعة في غزة ممكن يصحي ضميرك. أهل غزة النهاردة مش بس بيموتوا من القصف، لا، بيموتوا من الجوع. منظمة الأمن الغذائي العالمي قالت إن حوالي 470 ألف شخص في غزة مهددين إنهم يدخلوا المرحلة الخامسة من سوء التغذية قبل نهاية 2025، ودي أعلى مرحلة بيسموها مرحلة الانهيار أو المجاعة الكارثية. بس خلينا نعرف يعني إيه مرحلة خامسة من سوء التغذية. معناها إنه مفيش أكل كفاية، مفيش مية نظيفة، مفيش رعاية صحية، يعني الناس بتموت من الجوع حرفيا. الأطفال جسمهم بيبدأ ياكل نفسه، الجلد بيبدأ يشف، الطاقة بتنتهي والعظم بيبان. النهاردة أكتر من 244 ألف فلسطيني فعليا دخلوا المرحلة دي بالفعل، وده مش كلام عشوائي، ده كلام من تقارير رسمية من الأمم المتحدة والIPC. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، غزة سكانها دلوقتي حوالي 2.1 مليون إنسان، بعد ما استشهد أكتر من 75 ألف، من بينهم 18 ألف طفل. الناس مش لاقيه تاكل، وفي مخيمات كامله بيعيشوا على شويه دقيق او ميه مالحه، ده غير ان في اكتر من 11,000 شخص مفقود، و70% من المزارع اتدمرت. بس السؤال اللي لازم نساله لنفسنا، فين العالم؟ فين الضمير الانساني؟ وازاي سايبين غزه تدخل في كارثه بالشكل ده؟ غزه تحت الحصار، غزه تموت جوعا، انقذوا غزه، غزه اندر اتاك، سيف غزه، انقذوا اطفال غزه. كل دي هاشتاجات حطوها وصدروا المشهد للعالم كله بالعربي وبالانجليزي، عشان الناس يعرف قد ايه المعاناة اللي بيعيشها الطفل الفلسطيني والانسان الفلسطيني داخل قطاع محاصر اسمه غزة.